السلام عليكم طلبة أولى إعدادي، أهلا وسهلا بكم، وحشتوني يا أبطال. جيت لكم النهاردة بشرح الدرس الثالث في الوحدة الثالثة اللي بعنوان المواقع الأثرية والسياحة في قارة أفريقيا. النهاردة حبيب قلبي في الدرس ده هنتكلم عن السياحة كنشاط من ضمن الأنشطة، كمان هنتكلم عن مقومات السياحة، المقومات الطبيعية، المقومات البشرية، هنتكلم عن الأماكن السياحية اللي عندي في أفريقيا والمشاكل اللي بتقابل السياحة وازاي بنحلها. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعه تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام وتقول لنا رايك في الكومنتات وتصلي على النبي، ويلا بينا. بص معايا كده يا حبايب قلبي، زي ما لسه قايل لك ان انا بتكلم عن السياحه ومواقع التراث العالمي في قاره افريقيا، فتعالى نبص درسنا بيقول لنا ايه. بيقول لي ان السياحه نشاط اقتصادي هام. السياحه هي نشاط اقتصادي مهم جدا يعتمد على استثمار موارد البيئه الطبيعيه والبشريه، وان ربنا عز وجل وهب قاره افريقيا العديد من المقومات اللي خلتها مقصد لملايين السائحين، مكان بيحب السائحين من كل العالم سواء داخل القاره او خارج القاره يحبوا يزوروه. وهي مين؟ هي قاره افريقيا، قارتنا. فيلا بينا بسرعه كده نخش على مقومات السياحه. وبيقول لي ان مقومات السياحه عباره عن مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. طب المقومات الطبيعيه زي ايه يا مستر؟ قال لي زي الموقع الجغرافي، زي المناخ، زي مظاهر السطح، زي الحياه البريه. فيلا بينا نبدا بالموقع الجغرافي. وبتقول لي ان قاره افريقيا تقع في موقع جغرافي متميز وسط قارات العالم. يبقى قاره افريقيا دي لو بصيت عليها على الخريطه هلاقيها في موقع متميز، موقع جغرافي متميز وسط قارات العالم. وكمان بتقترب مناطق شمال افريقيا، عندنا مناطق الشمال بتقترب من مين؟ من قاره اوروبا. وقاره اوروبا حضرتك دي هي اكتر القارات في العالم مصدره للسائحين، اكتر قاره بيطلع منها سائحين. يبقى قاره افريقيا موقع جغرافي متميز وسط قارات العالم. قال لي كمان مناطق شمال افريقيا قريبه من قاره اوروبا، وده خلاها بيجي لها سياح كتير لان قاره اوروبا من اكتر قارات العالم تصديرا للسائحين او بيطلع منها سائحين. قال لي رقم 2 في العوامل الطبيعيه هي المناخ. وقال لي ان برضو من ضمن شروط السياحه في العوامل الطبيعيه ان انت يبقى عندك مناخ كويس. فتعال نبص. قال لي قاره افريقيا تتميز بتنوع المناخ بفضل مساحتها الكبيره، وده اللي ادى الى توفير مجموعه متنوعه من ايه يا مستر؟ قال لي من انشطه السياحيه بها على مدار العام. يبقى افريقيا مناخها متنوع، تمام؟ ده وفر لها ايه؟ مجموعه من الانشطه السياحيه على مدار العام. قال لي كمان وخد بالك ان مناطق شمال وجنوب افريقيا من المناطق الملائمه للسياحه، وده بسبب مناخها المعتدل وشمسها الساطعه. يبقى قاره افريقيا سواء شمال او جنوب من المناطق الملائمه لايه؟ للسياحه. ده بسبب ايه؟ مناخها المعتدل، شمسها الساطعه. قال لي خد بالك ان فصل الشتاء هو الافضل مناخيا من حيث الجذب السياحي. يعني فصل الشتاء هو اكتر فصل عندنا بيبقى فيه سياح، اكتر فصل بيجذب السياح الى قاره افريقيا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي والمناخ. يلا كده بينا نتكلم عن الحياه البريه. قال لي وتتنوع النباتات الطبيعيه ما بين حشائش وغابات والحيوانات والطيور، لذلك بيجي كثير من السياح الى قاره افريقيا. يبقى انت عندك رقم 3 في المقومات الطبيعيه تنوع الحياه البريه. وقال لي ان قاره افريقيا فيها غابات وحشائش حيوانات وطيور، كمان ده جذب السياح اليها. قال لي كمان ايه؟ قال لي ان في بعض الدول في افريقيا حولت الحدائق عندها او الاماكن اللي عندها مساحات شاسعه الى ايه؟ متنزهات وطنيه، محميات طبيعيه. ده ليه؟ للحفاظ على التنوع البيئي واستدامته. وده خلاها من ابرز الدول الرائده عندي هي دوله مين؟ كينيا، من الدول اللي حولت عندي مساحات كبيره قوي الى متنزهات وطنيه وحدائق ومحميات طبيعيه عشان تحافظ على التنوع البيئي واستدامته. نبص على رقم 4 عندي وهي مظاهر السطح. قال لي خد بالك تنوع مظاهر السطح في قاره افريقيا، فانت هتلاقي عندك جبال وهضاب وسهول شاسعه سواء ساحليه او صحراويه او فيضيه. قال لي كمان عندك بحيرات، عندك انهار، شلالات ذات مناظر خلابه زي شلالات فيكتوريا. يبقى في مظاهر السطح عندك جبال، عندك هضاب، عندك سهول شاسعه، عندي كمان بحيرات وانهار وشلالات زي شلالات فيكتوريا.
عندي سواحل خلابة جميلة بتخطف العين كده بتحب تروحها، زي السواحل الشرقية للقارة اللي فيها شعب مرجانية بأشكالها وألوانها الجذابة. مش بس كده، مش بس عندي هضاب وجبال، مش بس عندي بحيرات وأنهار وشلالات، مش بس عندي سواحل خلابة وجميلة، قال لي كمان عندي صحارات كتير بما تحتويه من منخفضات وواحات وكثبان رملية وجزر ذات شهرة عالمية. وفي جزر كتير قوي عندنا في أفريقيا مشهورة عالميا والسياح بيحبوا يجوها، زي جزيرة زنجبير التابعة لدولة تنزانيا، وكمان جزيرة الجفتون اللي عندنا في مدينة الغردقة في مصر. يبقى انت عرفت ان المقومات الطبيعية 4 حاجات: موقع جغرافي ومناخ، تنوع حياة برية، ومظاهر السطح. اوعى تنساهم يا حبيب قلبي. يلا بينا بقى نخش على المقومات البشرية. وقال لي عندك 3 مقومات بشرية: مواقع أثرية وتاريخية، تنوع اجتماعي وثقافي، كمان تسهيلات الإقامة وكرم الضيافة. فيلا بينا نبدأ بالمواقع الأثرية والتاريخية. وخد بالك إن السياحة مش شرط يكون عندك موقعك كويس أو مناخك كويس أو عندك حياة برية أو عندك مظاهر سطح، لا أنت كمان بتحتاج للمقومات البشرية عشان يبقى عندك سياحة. قال لي زي ايه؟ زي المواقع الاثريه والتاريخيه، وان افريقيا فيها تراث حضاري كبير جدا جدا جدا. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك بسبب ما خلفته الحضارات القديمه اللي ازدهرت على ارضها، ويمثل هذا التراث عامل جذب للسياح. وبتاتي طبعا حضارتنا العظيمه الحضاره المصريه القديمه في مقدمه هذه الحضارات، واهمها اهرامات الجيزه اللي من اشهر اثارها. عندي كمان برضو اماكن حضاريه تانية زي اهرامات مروه اللي من اثار حضاره كوش بالسودان. طب نخش على رقم 2 في المقومات الطبيعيه او المقومات البشريه. قال لي عندك تنوع اجتماعي وكمان تنوع ثقافي. قلت له ان قاره افريقيا فيها تنوع اجتماعي وثقافي كبير جدا. عندنا عادات وتقاليد، عندنا فنون، عندنا كمان أطعمة، عندنا طقوس دينية، عندنا شعارات يدوية، عندنا مهرجانات ثقافية. يبقى أنا هقول له إن أفريقيا فيها تراث ثقافي متنوع، عادات وتقاليد خاصة بالقبائل والشعوب الأفريقية. كمان عندي صناعات يدوية بتجذب السياح، عندي طقوس دينية، عندي فنون، عندي مهرجانات ثقافية، عندي أطعمة. دي كلها حاجات موجودة عندنا في أفريقيا بتجذب السياح. ويوفر هذا التنوع يوفر فرصة للسياح بالاستمتاع بالثقافات المحلية والتفاعل معها. يبقى السائح لما بيجي عندك ويلاقي عندك كل الحاجات دي بتديله فرصة للاستمتاع بيها وان هو يحب يشوفها وكمان يتفاعل مع الثقافات المحلية. يلا بينا نخش على رقم 3 وهي تسهيلات الإقامة والضيافة. قال لي وخد بالك ان بعض الدول الافريقيه عندها بنيه تحتيه جيده، شبكه طرق وكهرباء وميه ونور كويسين للسياحه وفنادق طبعا وكل حاجه. كمان بتقدم مجموعه متنوعه من تسهيلات الاقامه، بتعمل تسهيلات اقامه للسائحين اللي جايين عندنا، سواء فنادق او قرى سياحيه ومنتجعات. من اشهر الدول اللي عندها الكلام ده بنيه تحتيه جيده، تسهيلات اقامه. قال لي دوله مصر، جنوب افريقيا والمغرب. انت عندك مصر وجنوب افريقيا ومين؟ والمغرب. قال لي وعلى الرغم من ذلك ان لسه في بعض الدول الافريقيه بتواجه تحديات في تطوير البنيه التحتيه، لسه عندها مشكلات في البنيه التحتيه وبتحاول تطورها. طب وتتميز الشعوب الافريقيه بالطيبه. الشعب الافريقي ده شعب طيب بيحب يساعد غيره، بيكرم الضيوف اللي عنده، كمان وحسن الخلق وكرم الضيافه مما يمنح السائحين شعور بالراحه والامان. يبقى السائح لما بيجي عندك بيلاقي عندك كرم، بيلاقي عندك طيبه، بيلاقي حسن الخلق، معامله كويسه، تسهيلات اقامه، كل حاجه متوفره. فده بيخلي السائحين يشعرون بالراحه والامان. وخد بالك ان المصريون، الشعب المصري بتاعنا سنة 2021 حصل على المركز الثامن عالميا في مؤشر مساعدة الغرباء، وده بيعكس هذا الكرم فين؟ في قارة أفريقيا. طب يلا بينا بقى نخش مع بعض كده على أهمية السياحة. والسياحة دي من أهم الأنشطة الاقتصادية في قارة أفريقيا، نشاط زي أي نشاط بس مهم جدا جدا جدا. هتقول لي ليه؟ تعال أقول لك. قال لي لأن السياحة أصبحت في عالمنا هذا صناعة حيوية، وبتتمثل اهميتها في 4 حاجات، 4 حاجات مهمين وبتوفرهم للسياحه. ايه هم؟ مصدر اساسي للدخل القومي والنقد الاجنبي، الفلوس يعني والدولارات.
العملة الصعبة، يبقى مصدر أساسي للدخل القومي والنقود الأجنبية. كمان تجذب الاستثمارات الأجنبية، بتجذب الاستثمارات والناس اللي من بره البلد إن هم يجوا يستثمروا عندك في القارة بتاعتك أو في الدولة بتاعتك. رقم 3، بتساعد على تبادل الثقافات من خلال الالتقاء السائحين مع بعضها في قارة أفريقيا. كمان بتوفر لي فرص عمل كتيرة جدا للشباب في مجال السياحة. يبقى 4 حاجات مهمين جدا يخصوا السياحة. ايه هم؟ مصدر اساسي للدخل القومي والنقود الاجنبية، تجذب الاستثمارات الاجنبية، كمان بتساعد على تبادل الثقافات. رقم 4، بتوفر فرص عمل للشباب. سهلة هي بطل، ركز معايا وهتحفظهم. يلا بينا بقى نخش بسرعة على مواقع التراث العالمي في قارة افريقيا، وانا عندي 4 اماكن. هبدأ بالمنطقة الاولى عندي وهي مدينة لامو القديمة. هتقول لي مدينة لامو مش عندنا في مصر، هقول لك دي موجودة في كينيا، وهي أقدم مستوطنة بشرية في شرقي أفريقيا. يبقى مدينة لامو في كينيا موجودة فين؟ في كينيا، أقدم مستوطنة بشرية في شرقي أفريقيا، عبارة عن صخور مرجانية وخشب منجروف. صخور مرجانية وخشب منجروف. كمان مصدر مهم لدراسة ثقافات كتيرة قوي زي الإسلامية والسواحلية. يبقى أنا عرفت إن مدينة لامو القديمة أقدم مستوطنة بشرية في شرق أفريقيا. توجد فين؟ قال لي توجد في دولة كينيا، عبارة عن صخور مرجانية وخشب المنجروف. كمان بتساعدنا في دراسة الثقافات العديدة زي الإسلامية والسواحلية. يلا بينا نخش على رقم 2 وهي متنزه كليمنجارو، حديقة كليمنجارو الوطنية، وباين عليها إن هي موجودة في دولة إيه؟ تنزانيا. قال لي طب يا مستر كليمنجارو دي جبال، أنا فاكرها من الترم الأولاني. إيه حديقة ومتنزه كليمنجارو الوطني ده؟ تعال أقول لك. قال لي إن جبال كليمنجارو دي فوق على قمتها في سلوك، على القمة بتاعتها في سلوك، وتحت في غابات وحشائش. يبقى متنزه كليمنجارو عباره عن جبال كليمنجارو البركانيه اللي بتغطي السلوك ايه؟ قمتها، وتحت غابات وحشائش، وبيعيش فيها عديد كبير من الثدييات المهدده بالانقراض، حيوانات كتيره قوي مهدده بالانقراض، ودي حاجه بتجذب السياح. طب رقم 3، مدينة جميلة، وتقع في دولة ايه؟ الجزائر. مدينة أثرية تاريخية رومانية، مدينة أثرية تاريخية رومانية، تعد مثال مذهل للتنظيم المدني اللي يتكيف مع المواقع الجبلية. اللي يتكيف مع المواقع ايه؟ الجبلية. يبقى عبارة عن مدينة متنظمة بشكل كويس يمشي مع المواقع ايه؟ الجبلية، حيث ان هياكلها ومبانيها بتقع على ارتفاع كام؟ 900 متر عن سطح البحر. طب رقم 4، محمية غابة دجا. قال لي ودي تقع في دولة ايه؟ الكاميرون، واحدة من أكبر الغابات المطيرة وفيها تنوع بيولوجي كبير. محمية غابة دجا تقع في دولة الكاميرون، واحدة من أكبر الغابات المطيرة تشتهر بتنوعها البيولوجي، يوجد بها برضو عدد كبير من الثدييات وبعضها مهدد بإيه؟ بالانقراض. طب يا مستر هي مين اللي بتختار المواقع دي؟ سؤال بيطرح نفسه، واكيد وانت قاعد بتتفرج على الفيديو دلوقتي بتقول لي هو ليه اختاروا ال4 اماكن دول؟ وفي اماكن تانية عندنا برضو ما قالوهاش ليه؟ تعالى اقول لك ان المقيم على الحوار ده هي منظمة اليونسكو، هي المسؤولة عن اختيار الاماكن التراثية. الدولة بتبعت لها بتقول لها انا عندي 100 مكان سياحي مميز، وتبدأ منظمة اليونسكو تراجع الاماكن دي وتختار الاماكن اللي ملهاش مثيل وتحطها في قائمة اليونسكو العالمية، وتبدأ بقى تبذل كل جهودها في الحفاظ عليها وتنميتها. قال لي وقامت منظمة اليونسكو باعتماد حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، واللي تهدف إلى إيه؟ تحديد وحماية التراث في جميع أنحاء العالم لما له من قيمة كبيرة إيه؟ للبشرية. وإن الدول الموقعة على الاتفاقية بتبعت لليونسكو تقول لها أنا عندي كذا دولة أو عندي كذا مكان أثري وكذا مكان سياحي، وتبدأ اليونسكو تختار الأماكن المميزة وتحطها في قائمة التراث إيه؟ العالمي، وتبدأ تقوم عليها إيه بقى؟ بتقديم مساعدات مالية للحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث إيه؟ العالمي. طب يلا بينا بقى نخش على اللي وراه. بيقول لي بقى معوقات السياحة. ما هي السياحة زيها زي الأنشطة، ليها مقومات وليها معوقات. يعني في حاجات بتساعد على وجودها وحاجات بتعطلها او بتاخرها او بتاثر عليها. قال لي وان بالرغم من توفر مقومات السياحه في قاره افريقيا الا انها تعاني من انخفاض حركه السياحه،
حيث تأتي أفريقيا في المرتبة الرابعة. يبقى أفريقيا رقم 4 من حيث إيه؟ السياحة بين قارات العالم وعدد السائحين. طب ليه؟ ليه يا مستر على الرغم إن إحنا عندنا كل الأماكن الأثرية دي، وعلى الرغم إن إحنا عندنا كل مقومات السياحة دي، إلى إن إحنا برضو لسه في المرتبة الرابعة؟ ليه مش في المرتبة الأولى؟ ليه مش في المرتبة الثانية؟ تعال أقول لك. لأن أنا بيقابلني شوية مشاكل زي إيه؟ ظروف مناخية سيئة، إن بعض الأماكن عندي فيها المناخ صعب، مش هتقدر السائح إن هو يتأقلم على المناخ ده. كمان في بعض الأماكن فيها أمراض وأوبئة متوطنة، يعني ساكنة في المكان ده في بعض المناطق. قال لي كمان ضعف شبكة النقل والمواصلات والبنية التحتية. يبقى أنت عندك برضو في أماكن فيها ضعف شبكة النقل والمواصلات. قال لي كمان إن تعرض بعض الدول لأزمات سياسية، وده بيعطل على السياحة سياسية وعسكرية. كمان تحدث بعض الناس أو بعض السكان المحليين باللغة بتاعتهم، فيجي السائح بيتكلم لغة مختلفة، يجي يتواصل مع الشعب ما يعرفش، ما يلاقيش حد يفيده فيزهق. يبقى قال لي تحدث الكثير من الناس المحليين في افريقيا لهجات محليه ولا يجدون اللغه الانجليزيه. يبقى ايه المشكلات اللي بتقابل السياحه؟ 5 مشكلات: ظروف مناخيه، امراض واوبئه، ضعف شبكات النقل والمواصلات والبنيه التحتيه، نزاعات ومشاكل عسكريه وسياسيه، كمان تحدث لغه محليه ولا يجدون اللغه الانجليزيه. فطبيعي ان قاره افريقيا مش هتسيب الموضوع ده كده، هتحاول تحسن من السياحه، تطور السياحه، تنمي السياحه. فهتقول لي صح. تعال اقول لك. على مستوى افريقيا عملت افريقيا اجنده 2063، واللي فيها محور خاص بالسياحه المستدامه، اللي بيتكلم عن السياحه المستدامه وضروره زياده مساهمتها في الاقتصاد الافريقي، وان احنا لازم نطور السياحه المستدامه عشان بتزود في الاقتصاد الافريقي وبتساعد على تحسين الاقتصاد الافريقي. طب ازاي؟ من خلال البنود اللي احنا بنحطها. طب كمان العمل المشترك بين الاتحاد الافريقي ومنظمه السياحه العالميه، في شغل مشترك بين مين؟ الاتحاد الافريقي ومنظمه السياحه العالميه. طب ليه؟ بهدف تنميه السياحه المستدامه في قاره افريقيا. كمان توفير فرص عمل للشباب من خلال التعليم والتدريب السياحي. انا في عمل مشترك بين الاتحاد الافريقي وبين منظمه السياحه. هتقول لي ليه؟ هقول لك تنميه السياحه المستدامه في افريقيا، توفير فرص عمل للشباب من خلال التعليم والتدريب السياحي. كمان عملوا مبادره اسمها مبادره نيباد، واللي تتبناها 5 دول افريقيه منهم مصر وجنوب افريقيا. طب ايه المبادره دي؟ تعال اقول لك. كان من ضمن اهدافها تطوير البنيه التحتيه، حمايه موارد طبيعيه، هطور شبكات النقل والمواصلات، هحمي الموارد الطبيعيه والبشريه في القاره، ادراج السياحه ضمن خطط التنميه، وان السياحه تتحط ضمن خطط التنميه الخاصه بالدوله وبنهتم بيها. طب رقم 4 تعاون الاتحاد الافريقي مع منظمه اليونسكو في اطلاق برنامج التراث الثقافي الافريقي من خلال الاحتفال باليوم العالمي للثقافه الافريقيه اللي بيوافق كام؟ 24 يناير من كل عام. قال لي كمان اطلاق الاتحاد الافريقي حمله اكتشف افريقيا عام 2024 لتنشيط التسويق السياحي في افريقيا. ودي الحاجات اللي على مستوى مين يا حبيب قلبي؟ على مستوى افريقيا. طب على مستوى مصر، قال لي مصر وضعت الاستراتيجيه الوطنيه للسياحه المستدامه، واللي تستهدف زياده عدد السائحين الى 30 مليون سائح بحلول 2028. يعني احنا ان شاء الله مصر حاطه خطه على سنة 2028 هيوصل عدد السائحين اللي بيجوا مصر 30 مليون سائح. كمان تحويل تلت الفنادق الموجودة عندنا إلى فنادق خضراء صديقة للبيئة وحصولها على النجمة الخضراء. طب ليه؟ لأن هي شهادة بيئية بتمنح للفنادق اللي بتتبع ممارسات تقليل الآثار السلبية للسياح على البيئة والمجتمع. يبقى افريقيا عملت شويه انجازات وشويه جهود عشان تنهض بالسياحه، ومصر نفس الكلام. وبكده حبيب قلبي يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده. اتمنى تكون استفدت، اتمنى تكون المعلومات وصلت لك بطريقه سهله وبسيطه تقدر تحفظها وتفهمها. كل اللي عليك يا بطل لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه تنزل تعمل بسرعه عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام وتقول لنا رايك في الكومنتات، وما تشيلش الهم، الدراسات مع مستر نور هتتلم. سلام.